بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. ايه رأيكم بقى؟ تعالوا النهاردة نشوف الحاجات الجميلة الحلوة دي. القشطة دي انا كنت عيناها في الفريزر، ماشي علب، يعني كل ما اجيب اللبن بشيل وشه، ده حاجة متعودة عليها انا من زمان جامد يعني. بشيل وش اللبن ده وبعينه في العلب، لما حد بحوش علبتين 3 4 اللي ربنا بيفرج علينا بيه. وطبعا لبن سمين، انا لما بجيب اللبن بتاعي زي ما انا قلت لحضرتكم قبل كده، من ان انا بجيب لبن من واحده موثوق منها، ما شاء الله الوش بتاع اللبن ده حاجه جميله سميك جدا. بجيبه يا حبايبي وبعينه وبطلع، يعني لما باجي اسيحه بقى بطلعه. انا عاملاه في شهر طوبه، يعني في طوبه وبقيت الشهر ده، فقلت لما اطلعه بقى سايحه عشان رمضان واجهزه. فانا بجيب العلب بقى بطلعها شويه على الرخامه تفك كده، وبجيب برطمان حلو كده زي اللي انتوا شايفينه في ايدي ده، ساعات كبير شويه ساعات صغير حسب بقى الكميه اللي عندي. وبفضي علبه في قلبه، ماشي علبه، وبحط يعني كميه ميه بارد ساقعه كده. هي عموما مش بحط ميه ساقعه، بس لما تكون السمنه القشطه يعني محطوطه على الرخامه من مده جامده وساحت فكت خالص، لا بحط لها ميه متلجه شويه صغيره. لكن هي طالعه لسه من التلاجه وفكه شويه كده، بعبها وهي مجمده واحطها في البرطمان، واقعد ارج في البرطمان بين ايدي شمال شمال يمين. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده القشطه بتظهر بعد ما فيش ما بتاع 10 15 رجه كده في ايدي في البرطمان. بوديه شمال ويمين في ايدي كده زي ما انتم شفتم في الفيديو، بيظهر على طول ما شاء الله. شوفوا اهو الزبده بانت على طول ظهرت اهي. ولا اقعد الكلك في الخلاط واعك الخلاط واعك ايدي واقعد اضرب فيه بايدي واعمل مواعين جنبي ولا حاجه، لا هو البرطمان ده انا متعوده عليه من زمان ان انا اعمل فيه. شايفين يا حبايبي الجمال؟ شايفين الزبده ما شاء الله؟ لو وصلتوا معايا لحد كده يا حبايبي حطوا لي كومنت حلو منكم كده يشجعني، وحطوا لي لايك جميل عشان يرفع القناه يا حبايبي، وفعلوا زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم مني بالله عليكم. اهو شوفوا يا حبايبي اهو. والخض الجميل اللي طالع ده مش هنرميه، ده احنا هنعينه في اكياس في التلاجة. كل ما نيجي نعمل كماج الطري الحلو، العيش الفينو الابيض الحلو ده الكماج، نجيبه ونطلع الشويه ونعجن بيه. ما شاء الله ده في فايدة جامدة جدا. هتعملي اي معجنات بيه، بيتزا، اي حاجة تعجني بالخض ده، اوعي ترميه، ده حاجة جميلة ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا يكتر عليكم الخير يا رب. حاجة جميلة وفرحة. احسن حاجة عندي الفرحة الجميلة قوي 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 لما باجي اعمل الوش اللبن ده، القشطة ديت، واطلع منها الزبدة دي. حاجة جميلة عندي بالنسبة لي، بتبقى فرحة اهو. شوفي يا حبايبي بتظهر على طول، وحاجه جميله بتتكتل وبتطلع يعني سبحان الله على وش البرطمان كده. كل البرطمان ده كله زبده من قلبه من جوه اهو. بقعد اجمع فيها والمها اهوت بين ايديا واعصرها جامد من اللبن، لان اللبن ده سمين والله جميل قوي ما شاء الله. شوفي اهو، لازم تعصرها من اللبن ده خالص، عشان لو انت هتعينها في الفريزر ما تمررش منك وتغير. انت ممكن تغسلها مره واتنين بميه بقى متلجه. هنجيب ميه متلجه بقى من التلاجه، يعني تعملي ازازه ميه كده متلجه وتحط فيها بقى الزبده دي عشان خاطر تمسك نفسها، ما تبقاش سايحه في ايدك. وبعدين كده تغسلها مره واثنين وثلاثه، لو حتى امكن تغسلها مره واثنين وثلاثه فعلا، عشان خاطر اللبن ده يطلع منها، عشان لما نيجي نسيحها ما يبقاش اهو يا حبايب. يا رب الفيديو يعجبكم يا حبايب.